النهارده هنعمل مع بعض صينيه جلاش بالقشطه او صينيه جلاش بالكريمه زي محلات الحلواني بالظبط واحلى كمان. هنضيف لطبقه القشطه مكون صغير جدا هيفرق معاكم في الطعم وهياخدكم لحته تانية خالص. جلاش مقرمش من بره وطري من جوه وطبقه القشطه جوه كده طعمها تحفه. شايفين بقى شكله حلو قد ايه؟ مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدا فيديو النهارده لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناه وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقه والمقادير. اول حاجه هنبدا بيها نجهز الشربات، لان الجلاش بيحتاج شربات تقيل وبارد. هنحتاج 1.5 كوبايه سكر، وهزود عليهم 1.5 كوبايه ميه، وهزود عليهم كمان معلقه كبيره تكون مليانه كويس من عسل الجلوكوز او معلقتين كبار، ولو مش متوفر عندنا كمان عسل جلوكوز نقدر نستبدله بعسل نحل. هناخد بقى الخليط ده نرفعه على نار متوسطه، واول ما يبدا في الغليان هنديله عصير نص ليمونه، وهنسيبه على نار متوسطه لمده 10 دقايق كمان، وبعدين بنطفي النار وبنديله نص معلقه صغيره من الفانيليا او ظرف فانيليا. القوام بتاعه طبعا هو سخن كده بيبقى خفيف شويه. هفضيه بقى في طبق تاني وهسيبه لحد ما يبرد خالص. لو احنا مستعجلين عليه كمان نقدر ندخله التلاجة عشان يبرد معانا بسرعه. تعالوا بقى دلوقتي نجهز طبقه القشطه اللي احنا نحشي بيها الجلاش. عشان نجهز طبقه الكريمه او طبقه القشطه هنحتاج 2 كوبايتين حليب، هزود عليهم 3 معالق كبيره من السكر. السكر طبعا نسبي، تقدروا تزودوا او تقللوا الكميه عن كده، وتقدروا كمان تستغنوا عن السكر خالص، يعني ما تضيفوش اي سكر خالص وتكتفوا بس بالشربات اللي احنا هنحطه على الجلاش. هزود على المكونات دي كمان 3 معالق كبيره تكون مليانه كويس من النشا، 3 معالق مليانه بالشكل ده، وهزود عليهم ظرف فانيليا او نص معلقه صغيره من الفانيليا. هنقلب بقى المكونات دي كويس جدا كده على البارد، هنقلب لحد ما نتاكد ان السكر والنشا دابوا كويس مع الحليب. بعد كده باخدهم برفعهم على نار متوسطه مع التقليب المستمر، مش هنشيل ايدينا منهم خالص، هنفضل نقلبهم كده تقليب مستمر. هنقلب لحد ما الخليط ده يبدا معانا في الغليان ويبدا يعمل الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي. هنطفي بقى النار وهنضيف له مكون صغير هيفرق معاكم جدا في الطعم، هيخلي طعمه حلو قوي وكمان هياخده لحته تانية خالص. هنضيف 3 معالق كبيره من الكريم شانتيه، لو متوفر عندنا كمان قشطه نقدر نضيف له 3 معالق كبيره من القشطه. هنضيف الكريم شانتيه ونقلب كويس جدا، وكده خلاص طبقه الكريمه او طبقه القشطه بتاعتنا بقت جاهزه. نغطيها بقى ببلاستيك راب او كيس بلاستيك ونسيبها لحد ما تبرد خالص. دلوقتي معايا كمان لف الجلاش وزنها تقريبا 500 جرام او نص كيلو. الجلاش طبعا بنطلعه كده من الفريزر وبستنى عليه لحد ما يفك خالص او لحد ما ياخد حرارة الجو. دلوقتي هنجهز الصينية اللي احنا هنشتغل فيها وهنبدأ نقص الجلاش بحجم الصينية. هنشيل بقى كل اطراف الجلاش الزيادة دي، مش هنحتاجها في وصفة النهاردة، نقدر بقى ندخلها في اي وصفة تانية. نقدر نحمصها كده في الفرن ونعمل منها ام علي، ونقدر كمان نعملها كده جلاش على شكل وردة. نغطي بقى الجلاش بتاعنا في فوطة كده واحنا بنشتغل فيه عشان الجلاش ما ينشفش. دلوقتي هنجهز الصينية وندهنها كويس جدا بالسمنة. هنبدأ نرص ورق الجلاش في الصينية، وكل ما برص ورق كده بندهنها كويس جدا بالسمنة. بكرر بقى الخطوة دي لحد ما بوصل لنص كمية الجلاش. بنحط ورقة جلاش ندهنها كويس جدا بالسمنة لحد ما بنوصل لنص كمية الجلاش. الطبقة الأخيرة بقى اللي احنا هنحط عليها طبقة القشطة مش هندهنها بأي حاجة خالص، هنسيبها كده زي ما هي. انا كده رصيت نص كمية الجلاش، وزي ما اتفقنا الطبقة الأخيرة قبل ما نحط طبقة القشطة مش هنحط عليها أي حاجة خالص. هنبدأ بقى نوزع طبقة القشطة على الجلاش، وطبعا القشطة هتكون باردة خالص، يعني مش هنستخدمها وهي سخنة. نوزع بقى طبقة القشطة كويس جدا على الجلاش بالسباتيولا كده أو بأي معلقة عندنا، وبعدين نبدأ نرص طبقات الجلاش الباقية، وكل ما بنرص ورقة بندهنها كويس جدا بالسمنة. بكرر بقى الخطوة دي لحد ما بخلص كل كمية الجلاش. وبعد ما نخلص بقى الكمية كلها بناخد معلقة كده وبنحاول ندخل الأطراف دي لجوه عشان الجلاش بتاعنا يطلع كده شكله حلو وكمان شكله متساوي. هنقطع بقى الجلاش بتاعنا كده على شكل مثلثات. هنقسم الأول الصينية على 2، وبعدين بنقسمها على 4 ارباع، وكل ربع بنقسمه ل2.
قطعوها بقى بالطريقه اللي انتوا حابينها، تقدروا تقطعوها مثلثات زي دي كده، وتقدروا كمان تقطعوها على شكل مربعات، هتبقى حلوه قوي. وبعد ما بنخلص بندخلها فرن سخن على درجه حراره 200. الفرن هيكون شغال من تحت بس، واول ما الجوانب بتبدا تاخد لون ذهبي بنطفي الفرن من تحت وبنولع عليها الشوايه عشان تاخد لون ذهبي من فوق. هتاخد معانا تقريبا 25 دقيقه وهنلاقيها استوت. وبعد ما بنخرجها من الفرن وهي لسه سخنه بنسقيها بالشربات التقيل البارد اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو. وبعد ما بنسقيها بالشربات بنغطيها بقى يا اما بصينيه تانية يا اما بورقه فويل، وهنسيبها متغطيه لمده 10 دقايق او لمده ربع ساعه. وبتطلع معانا بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى واخده كده سنه قرمشه من بره ومن جوه طريه، وطبقه القشطه جواها طعمها تحفه. جربوها بنفس الطريقه كده وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا. هسيب لكم كمان كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف. بس انا كده خلصت فيديو النهارده، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناه وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.